العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إدارة الإقليم الأوسط تلبس أسر الشهداء عباءة الفخر والوقار وتقدم دعما ماليا. تنظيم برنامج ذكرى الشهداء في منطقة مايدمنت. تنظيم سيمينار قانوني للحد من المخالفات والجرائم في منطقة مايحبار. مالي تطلب من الأمم المتحدة سحب قوات حفظ السلام. خمسة 25 قتيلا في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا. إعصار بيابارجوي يؤدي إلى أضرار مادية كبيرة غربي الهند. مرحبا بكم. نظمت إدارة الإقليم الأوسط يوم أمس 17 من يونيو في قاعة الإكسبو بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء الأبرار لعام 2023. نظمت برنامجا لإلباس 8 أسر شهداء عباءة الفخر والوقار وتقديم دعما ماليا. أسرة من تلك الأسر دفعت كل منهما الشهيدان، بينما دفعت كل أسرة من الأسر الستة الأخرى 4 شهداء في سبيل الحرية وحماية السيادة. وينظم البرنامج هذا العام للمرة الثالثة على مستوى إدارة الإقليم الأوسط. وحضر المناسبة التي حفلت بفقرات فنية وثقافية مسؤولين وضيوف مدعوين، بينهم حاكم إدارة الإقليم الأوسط ومسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق. نظمت جمعيات المناضلين وكذا الجمعية التعاونية لأعضاء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية اليوم 18 من يونيو في منطقة مايدمنت بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء برنامج ذكرى الفخر والاعتزاز. ونظم أعضاء جمعيات المناضلين القدامى بمسيرة من منطقة بيت قرقش إلى منطقة مايدمنت، وقاموا برعاية الأشجار التي غرسوها العام الماضي. كما نظمت في المناسبة فعاليات قرص الشتول شارك فيها الوزراء. وعكس البرنامج المرافق بفقرات فنية وثقافية الذي استمر ل3 ساعات معنى الاستشهاد ومكانة ذكرى الشهداء. كما قام أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى للخدمة الوطنية بمسيرة حتى وصلوا منطقة مايدمنت، ونظموا فقرات فنية وثقافية تمجد وتعزز المناسبة. وألقى القائد العام لهيئة الأركان بقوات الدفاع الفريق فيليب أوسولد يوهانس كلمة قال فيها إن تنظيم برنامج الذكرى يبرز جاهزية الشباب لتحمل أمانة الشهداء، مثمنا مساعدة أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى للخدمة الوطنية للأطفال من أجل تحسين حياتهم التعليمية، داعيا إياهم لتنظيم برامج ترسخ الوعي العالي لدى الشباب. وذكرت الوزيرة أسكالو منقريوس أن الاستشهاد في سبيل الوطن والشعب وتنفيذ أمانة الشهداء تعد من القيم الإريترية النبيلة، معبرة عن أمنياتها بأن يستمر أعضاء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية في تنفيذ أنشطتهم الفعالة الهادفة لتوريث القيم وحفظها. وأوضح في المناسبة نجاح أكثر من 93% من الأشجار التي غرست عبر أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى للخدمة الوطنية خلال العام الماضي، فيما توجد نسبة 7% التي تم غرسها من جديد في وضع جيد. وشارك في المناسبتين كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة بينهم الوزراء. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال عدة نشاطات بمناسبة ذكرى الشهداء الأبرار، واشتملت الأنشطة على نفير جرى خلال 16 من يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة، شارك فيها أكثر من 50 عضوا من المكتب المركزي، فيما نظموا فقرات فنية وثقافية في الفترة المسائية. واتخذ الأعضاء في المناسبة مسؤولية رعاية أسر الشهداء لفترة عامين، وقرر كل منهم التبرع براتب شهر واحد. كما نظم أكثر من 1000 موظف يعملون في مختلف المؤسسات الحكومية في 17 من يونيو أنشطة نفير لبناء وصيانة مدرجات وإعداد حفر لقرص الشتول في منطقة دنبزاول.
وأفاد مراسل إيرينا تنظيم نفير مماثل في مقبرة الشهداء بمنطقة إمكلو وحديقة الشهداء بمنطقة عداقة. وشارك في النفير موظفو الحكومة وجمعية أصحاب سيارات الأجرة وغيرهم، واشتمل على نظافة ورعاية وسقي الأشجار وصيانة الأراضي المنجرفة بالسيول. أنجز أعضاء جمعية سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط يوم أمس 17 من يونيو عدة برامج بمناسبة ذكرى الشهداء الأبرار، وقد نظموا في منطقة مايدمنت برنامج فني وثقافي عكس البطولات الإعجازية التي سطرها الأبطال، وبعد ذلك اتجهوا في موكب إلى خدمات نقل الدم الوطني مارين بطرق العاصمة أسمر الرئيسية، منظمين برنامجا آخر تبرعوا من خلاله ب110 كيس دم. الجدير بالذكر أن الجمعية تقوم باستمرار منذ العام 2015 بتقديم 500 نقفة شهريا لكل واحد من أبناء 30 أسرة شهيد. في غضون ذلك نظم أعضاء وزارة الزراعة وسلطة الغابات والحياة البرية في 16 من يونيو في ساحة المكتب المركزي لوزارة الزراعة نظموا برنامج ذكرى الفخر والاعتزاز، واشتمل البرنامج عرضا لصور فوتوغرافية ودراما وقصائد شعرية وأناشيد ألحان وطنية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن فروع المؤسسات الحكومية وفرق رياضية وصحية وأعضاء القيادة الوسطى نظموا في 15 و16 من يونيو أنشطة متنوعة في مقبرة الشهداء في مدينة دقمحرة بالأقليم الجنوبي، تمثلت في صيانة ونظافة ورعاية الأشجار وغيرها من النشاطات. كما نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة وقسم الثقافة والرياضة في الأقليم الأوسط برامج ثقافية وفنية في 17 من يونيو لذكرى الشهداء الأبرار. نظمت شرطة إريتريا في إقليم شمال البحر الأحمر خلال 14 من يونيو سيمينار قانوني في منطقة ميحبار للحد من المخالفات والجرائم، وركزت مخرجات السيمينار على احترام القانون والنظام وأهمية احترام التشريعات واللوائح، وكذلك دور المجتمع والشباب للحد من ارتكاب الجرائم. وقال مسؤول شرطة المرور في الإقليم الرائد ملأكي جبر مريم أن قيادة السيارة أثناء السكر وعدم منح الأولوية والتأكد من بعد المسافات والسرعة الفائقة بعضا من العوامل المؤدية إلى الحوادث المرورية. وأشار إلى أن العام الماضي شهد 240 حادثا مروري راح ضحية 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين بإصابات طفيفة وبالغة وخسارة مادية قدرت بحوالي 6 ملايين. ودعا مسؤول مكافحة الجرائم الرائد أسراس أسفاو الطلاب لترسيخ الوعي القانوني إلى جانب تعليمهم الأكاديمي والقيام بمكافحة الجرائم والمخالفات، وأن يكونوا نموذجا يحتذى به في الأعمال النبيلة، مشيرا إلى ارتكاب حوالي 4000 جريمة ومخالفة خلال العام الماضي على مستوى الإقليم، حيث تم التحقق عبر الشرطة من 1857 منها، فيما توجد الجرائم الأخرى قيد التحقيق. وذكر أن أغلب المخالفات ترتكب عبر الفئة تحت 18 عاما، مناشدا الآباء لضرورة تربية أبنائهم جيدا والعمل الدؤوب لتوريث وتنشئة الأبناء بالقيم الوطنية. وقال قائد الشرطة في مديرية جندع النقيب كيدان هيلة إن مرتكبي الجريمة لا يتوارى عن الأنظار، داعيا المجتمع وخاصة الشباب لضرورة المساهمة الفعالة. مشاهدينا فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث طلبت السلطات العسكرية المؤقتة في مالي من الأمم المتحدة سحب بعثتها لحفظ السلام من دون إبطاء، معللة ذلك بوجود أزمة الثقة بينها وبين هذه القوات التي تتركز في البلاد منذ 10 سنوات والتي تعرف باسم مينوسما. وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: للأسف يبدو أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
أصبحت جزءا من المشكلة تأجيج التوتر بين طوائف الشعب. ويتعين على أعضاء مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن تمديد مهمة البعثة بحلول 30 من يونيو الجاري. من جهته أكد رئيس مينوسما القاسم واين في تصريحات للصحفيين أن عمل البعثة من دون موافقة سلطات مالي أمر شبه مستحيل. وقد أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة مينوسما عام 2013 لدعم الجهود الأجنبية والمحلية لاستعادة الاستقرار في مالي. أعلنت الشرطة الأوغندية مقتل 25 شخص على الأقل بهجوم مسلح على مدرسة في قرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم نفذته عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت أن الهجوم وقع في مدرسة ثانوية وأن المسلحين أحرقوا مهجعا ونهبوا الطعام. وأشارت الشرطة أن نقل 8 مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى، مضيفة أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة. أعلن مسؤولون هنود أن 22 شخصا على الأقل أصيبوا بعدما ضرب الإعصار القوي ببارغوي المناطق الساحلية في ولاية جوغارات. وعملت القوى الوطنية لمواجهة الكوارث في جميع أنحاء المنطقة لمساعدة السكان على إزاحة الأشجار من الطرقات. وتوفي رجل وابنه في ولاية جوجارات حيث وصلت العاصفة إلى الشاطئ. وقال مسؤولون إنه بالإضافة إلى الشخصين اللذين لقيا حتفيهما فقد أصيب 3 آخرون بجراح في منطقة ديف بوهومي دواركا المجاورة. وأوضحوا أن العديد من فرق الإغاثة والإنقاذ في حالة تأهب، حيث تم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم ونقلهم إلى مواقع آمنة في ولاية جوجارات. أعلن مركز رصد الزلازل الوطني الفرنسي أنه تم رصد زلزال في غرب البلاد تراوحت قوته بين 5.3 درجات و 5.8 ريختر، وتسبب بأضرار مادية. وشعر سكان جزء كبير من غرب فرنسا بالزلزال هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة، متسببا بأضرار مادية في المنطقة حيث سجل مركزه. وأضرب الزلزال بين منطقتي لا روشيل ونيور وفقا لإحداثيات جغرافية وفرها BCSF ويرنس. وشعر بأثاره خصوصا سكان مناطق رين وبوردو وليموغ. يعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد إلى أوائل الألفية الجديدة وفقا لجدول زمني أعدته وكالة فرانس بريس. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. إدارة الإقليم الأوسط تلبس أسر الشهداء عباءة الفخر والوقار وتقدم دعما ماليا. تنظيم برنامج ذكرى الشهداء في منطقة مايدمنت. تنظيم سيمينار قانوني للحد من المخالفات والجرائم في منطقة محبار. مالي تطلب من الأمم المتحدة سحب قوات حفظ السلام. 25 قتيلا في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا. إعصار بيابارغوي يؤدي إلى أضرار مادية كبيرة غربي الهند. انتهت نشرتنا التي قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. كنت برفقتكم حنان عمر جيلاني. إلى اللقاء.